طول عمرنا بنقول إن الكرة لمن يستحق، طول عمرنا بنقول إن اللي يلعب ويدّي 100% في الملعب بيلاقي. الزمالك بيعمل كده، ما حدش يعارضني، أنا أهلاوي وباقول لك الزمالك بيعمل كده. الزمالك يستحق يكسب، يستحق يكسب، جاي على نفسه سيزون بحاله، ولا في فلوس ولا اللعيبة بتاخد فلوس، اللعيبة بيرفعوا قواضي واللعيبة بتمشي واللعيبة بتتكلم واللعيبة بتهبب واللعيبة بتزفت، بس وصلوا فاينل كونفدرالية، مركز أول دوري، فرق 5 نقط عن اللي قبليه، شابوه. لا فارق بقى لعيب بياخد 5 جنيه ولا مليون جنيه ولا مليار جنيه ولا أي حاجة، الفرق في الملعب. تديني 100% في الملعب هشيلك فوق راسي وهحبك، وده اللي بيحصل مع الزمالك. لعيبتهم رجالة، سواء بقى ناصر منسي، عبد الله السعيد، شيكوبانزا، آه، أحمد فتحي، أحمد فتوح أقصد، سواء أيا يكن، لعيبة رجالة في الملعب. وخصوصا أنا من الناس اللي بتحب محمد شحاتة ولا لعيب. أرجع وأقول مبروك للزمالك الفوز، ولو أخدوا الدوري أرجع وأقول لك بجد هيبقى ألف مبروك ودوري من بق الأسد بأمانة ويستحقوه. وأنا بقول لك أنا كأهلاوي أنت تستحق الدوري ده، سواء أنت أخدتوه أو ما أخدتوش. أنا كأهلاوي طبعا أتمنى الأهلي ياخد الدوري، بس بالمنظر الزبالة ده حرام. ولو الزمالك أخده أقول لك مبروك، ولو أخدت كونفدرالية أقول لك يا ألف ألف مبروك. بجد اللعيبة اللي حاليا سواء بقى هيكملوا أو مش هيكملوا، هيبقى في فلوس بعد كده، مش هيبقى في فلوس، هيبقى في صفقات، يعني احنا داخلين على الصيف احنا محتاجين صفقات، سواء الأهلي أو الزمالك. هنشوف بعد كده الدنيا هتمشي على ايه، بس بجد شابوه للزمالك و- وأتمنى كل الخير ليهم. لايك وفولو وشير الفيديو، متنساش تصلي على النبي. سلام.